طول ما انت بتدور على الامان عند غيرك عمرك ما هتحس بالسلام. يا ترى ازاي تسرق راحة بالك؟ انك تفضل مستني من الناس اللي حواليك يفهموك ويحسوا بيك. الحقيقة المرة ان محدش هيبقى فضيلك ومش دايما هيحس بيك، ولو فضلت مستني الايام هتدوس عليك وانت واقف مكانك. وربنا سبحانه وتعالى قال هوضحها لك في القرآن الكريم: وفي انفسكم افلا تبصرون. عارف يعني ايه؟ يعني الراحة مش بره ولا في كلمة حلوة ولا في حضن، الراحة متخبية جواك. في جملة قالها ارنست هيمنجواي: Happiness in intelligent people is the rarest thing I know. السعادة مش مرتبطة بالناس، السعادة مرتبطة باللي بيحصل جوه دماغك وقلبك. وخدها مني قاعدة: طول ما انت بتدور على الأمان عند غيرك عمرك ما هتحس بالسلام، إنما أول ما تكتشف قوتك جواك مش بس هترتاح، لا ده انت هتبقى منبع راحة للي حواليك. كلمة أخيرة: الراحة مش حد بيديها لك، الراحة مشروع شخصي، من الآخر مشروعك انت. فلو نفسك تلاقي السلام الداخلي الحقيقي استناني الفيديو الجاي، لأننا هندخل اكتر جوه تفاصيل بناء الذات.